السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى وصفه الفطير المشلتت، بجد تحفه جدا. وصفه سهله جدا، لو اول مره هتعملي الفطير هتعمليه بالطريقه دي هتديكي نتيجه هتبهرك بجد. شايفين عامله زي الزبده وبتتفرد بكل سهوله، يعني من غير ما هتتعبي فيها خالص. نص كيلو دقيق هنعمل فطيرتين وسط جمال حلوين قوي. جربيهم مش هتخسري حاجه. معايا اول حاجه لازم نسمي بالله عشان الحاجه بتاعتنا تبقى مبروكه وكويسه. معايا نص كيلو من الدقيق، مع معلقه كده ونص من السكر، مع معلقه صغيره من الملح. السكر مع الملح بيظبط كده الطعم وبيخليه معتدل وجميل. بنقلبهم كده مع بعض، وبحط بقى كوبايه من الميه بتاعتنا تبقى دافيه كده، ونخلي كوبايه جنبينا. انا حطيت كوبايه وربع، لكن تنزلي بكوبايه الاول ولمي الدقيق بتاعك وشوفي هو هيحتاج تاني ولا لا. علشان اوقات انا بعمله بكوبايه بس من الميه بتكفي. فانت ابدأي، الافضل نبدأ بقى بكوبايه واحده من الميه، وتشوفي الدقيق بتاعك هيحتاج هتحطي له ميه، مش هيحتاج خلاص هتلمي العجين بتاعك. اهم حاجه بقى عشان تعملي يعني فطير صح، لازم تعجنيها كويس جدا. كل ما تعجنيها كويس كل ما هتريح معاكي، وهتلاقيها كده بتتفرد وبتديكي توريقه ممتازه جدا. بصوا، هقعد ادعك فيها كويس جدا لحد ما تتلم معايا، وادعكها كويس واسيبها كده في الطبق حوالي 10 دقايق، وارجع اعملها تاني. هتبقى معاكي زي الفل. بصوا، اهم حاجه وانا بفردها كده ما تتقطعش مني. ادام ما تقطعتش يبقى انت كده فرداها كويس. بعد بقى ما لميتها كده كويس وعجنتها كويس، هنروح حاطينها في قلب الطبق اللي احنا عجنا فيه. اهم حاجه نغطي وشها علشان ما ينشفش معايا، واسيبها بقى على قد ما تقدري، يعني من بعد ربع ساعه تقدري تشتغلي فيها. بس كل ما بتسيبيها تريح كل ما بتتفرد معاكي اسرع، وكل ما بتريحك في قلب العجين. هنرش بقى حبه دقيق كده علشان نفردها عليه، عشان ما تلزقش برضو على المكان اللي انا بفرد فيه. انا قلت لكم هعمل فطيرتين وسط، عشان ده نص كيلو دقيق. هعمل فطيرتين كده يكونوا وسط، هقسمهم ل8 قطع، واقول لك ال8 قطع دول انا هعمل فيهم ايه. ببططها بس كده بفردها عشان لما اقسمها يبقى القطع متساويه زي ما انتوا شايفين كده. جم معايا 8 قطع، هلفها كده وادورها. هكورها بقى كده علشان برضو كل الخطوات دي بتديني توريقه كويسه. بصوا العجينه ما شاء الله تحفه. ليه بقى؟ علشان عجنينها كويس. انا هنا كورتهم 8 كور زي ما قلت لكم. كل فطيره هتحتاج معايا 4 كور. ماشي. بستخدم بقى كوبايه الا ربع من الزبده، مش هستخدم اكتر من كده. كوبايه الا ربع من الزبده هتكفي الفطيرتين من اولهم لاخرهم. هحط بقى كميه حلوه في قلب صينيه كده، يعني حوالي ربع كوبايه كده في قلب الصينيه. وهجيب بقى بالمعلقه في المكان اللي انا هفرد بيه، واجيب كل فطيره كده كل كوره افردها بس تبقى مدوره شويه بسيطه. مش هفردها قوي ولا حاجه، لا بصوا زي ما انتم شايفين تبقى عامله زي القرصه كبيره شويه، بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. يعني يا دوبك بس بحط لو لقيت المكان بتاعي لقيت العجينه هتلزق كده، ما بحطش دقيق في المرحله دي، بحط زبده برضو من الكوبايه الا ربع اللي هي معانا. هنسيح الزبده شويه عشان احنا برضو في جو برد، مش عايزاها تبقى رطبه، علشان كل ما بتبقى سايله يعني العجين مش هياخد كتير. شايفين؟ حطيت بقى كل 2 فوق بعض، يعني كل 2 فوق بعض. هاخد بقى كل فطيرتين انا عملتهم كده وهسيبهم شويه يرتاحوا، قد ربع ساعه كده هسيبهم يرتاحوا. بصوا دول 2 فوق بعض. شايفين؟ ما شاء الله بتتفرد، ما بتحتاجش ان انا افردها. هفردها بس كده بسيط، هتلاقيها اتفردت بسرعه جدا من جوه لبره. من جوه لبره كده هتلاقيها اديتك مساحه وتوريقه كويسه. شايفين؟ ما شاء الله. تخيلوا، بصوا الرخامه باينه وهما 2، يعني كل واحده مفروده كويس جدا جدا. هفردها بقى بالطريقه دي، وهاخد برضو من نفس الكميه بتاعه الزبده اللي انا حطاها في الصينيه. هشتغل بيها، مش هحتاج اي زبده تانية. وكل بقى
التانية انا بتنيها بحط فيها زبدة، عشان الخطوة دي هي اللي هتديك التوريقة بتاعتها. شايفين بعملها كده، واروح بقى ركناها على جنب وجايبة الاتنين التانيين. يبقى انا كده استخدمت 4 اللي هم بتوع الفطيرة. مش بقى هنفرد واحدة واحدة، لا، هما كده على خطوتين وخلاص، هتلاقيها اتفردت معاكي وبقت ممتازة، وعملتي كده فطير مشلتت ما شاء الله. لو جربتيه على طول هتعمليه عادي. لو اتقطعت كده مفيش اي مشكلة، ده بيبقى بس من لمسة ايدينا، عادي خالص. مجرد ما انتي فردتيها بجيب بقى اللي انا عملتها الاول، واروح مفرداها كده، واروح تانية عليها الفطيرة اللي انا عملتها. يعني بحط واحدة جوه واحدة كده، خلاص خلصت معايا. كل تانية بتنيها بحط رشة من الزبدة. شايفين ما شاء الله، هتلاقوها بتتفرد بكل سهولة. اهم حاجة زي ما قلتلك الزبدة بتاعتك تبقى لينة، تبقى سايلة، علشان ما تاخدش كمية كبيرة منك. وهقفلها كده زي المثلثات بالظبط. هتبقى شايفين ما شاء الله يعني باينة جدا. هنجيب بقى الصينية اللي احنا هندخلها الفرن، هندهنها برضو برشة من الزبدة، وهنركنها كده شوية، مش لازم نغطيها علشان هي كده كده وشها فوقيه زبدة. كده انا عملت الاتنين وريحتهم. بعد ربع ساعة برضو او نص ساعة ببدأ بقى ان انا احط على وشها الزبدة، وافردها بقى السمك اللي انت هتدخليه بيه على الفرن. لكن لو احنا عملناها على طول بعد ما فردناها، ورحنا عاملينها على طول كده فردنا في قلب الصينية، هتلاقيها عاملة زي الاستيك بتمط معاكي. فالافضل بقى ان احنا نسيبها ترتاح شوية، هتلاقيها بتتفرد زي ما انت شايفة كده. زي ما قلت لكم هحط على وشها رشة برضو من الزبدة، ونفردها كده من جوه لبره، علشان تبقى كلها سمك واحد، ما تبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. كده جهزت الاتنين معايا. يكون بقى في الوقت الفرن سخن، ما يكونش ما دخلهوش على فرن بارد. الفطير لازم بيخش على فرن سخن مسبقا، وبدخله بقى في الفرن في الرف اللي هو ملامس للنار، يعني في الاخر خالص. شايفين بقى ما شاء الله الناس كتير جدا بتحب اللون اللي انا عاملاه ده. يعني اللون كده بيبقى متحمر شويه، تقدري ان انت تخرجيها بدري عن كده لو انت بتحبي اللون اللي هو بيبقى ذهبي بس. اللون ده في ايديكي، مجرد ما هي اتحمرت كده من تحت وخدت اللون الذهبي، ما تستنيش برضو لما تحمر قوي عشان ما تنشفش معاكي. السوا ده حسب ما انت عايزاه تبقى طريه كده، يبقى من تحت يبقى اللون وردي كده شويه، تروحي مشغله عليه الشوايه، تتحكمي بقى في اللون اللي انت عايزاه. شايفين ما شاء الله بجد خطير خطير خطير. حته بقى جبنه كده مع او حبه عسل، تحفه. اهم حاجة اول ما يخرج نروح يعني مغطيينه كويس جدا علشان ما ينشفش معاكي. يا سلام بقى مع حبة العسل كده، بجد تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوا وصفتي، بجد هتعجبكم. وما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. مع السلامة.